سلام البنات، لاباس عليكم بخير. غنشارك معكم اليوم كيفاش كنحتفظ باللوبيا في الفريغو مده طويله، ومني كنبغيها كنجبدها كندير لاصوص وكنطيبها مباشره. انا دابا درت اللوبيا في الماء وغنشعل عليها طلع الغليه المره الاولى. هانتوما من بعد ما كتغلى، ملي كتطلع الغليه كدير هاد الكشكوشه البيضاء من الفوق، كنصفيوها منها وكنغسلوها وكنعاودوا ليها نفس الطريقه عاوتاني. انا غنقص البوطه ونصفيها ونغسلها. هانتوما كنشد التليفون بيد، كنغسلها بالماء ونعاود نردها للكاسرونه، نعاود ندير فيها الماء ونعاود ثاني نغليها المره الثانيه. ها هي ثاني المره الثانيه كتولي الكشكوشه كتنقص، ما كتبقاش كثيره كيف الاول. هو ثاني نعاودو نصفيوها ونغسلوها ونعاود ثاني نديرو فيها الماء ونعاودوها المره الثالثه. كنعاودو هاد العمليه 3 المرات. وهذه المرحله الثالثه. هانتوما الكشكوشه كتولي ثاني قليله، كتقلال صافي. دابا كنصفيوها ونغسلوها ونخليوها تبرد. هنا كنكونوا صفيناها المره الثالثه وغسلناها، كنخليوها حتى كتبرد مزيان، عاد كنحتفظوا بها في البلاستيكه وندخلوها للمجمد. ملي كنبغيو نطيبوها كنجبدوها كنديروا لاصوص وكنسدوا عليها دغيا كطيب. وهذه الطريقه بالنسبه للناس اللي كضرهم اللوبيا في مصارنهم، كدير لهم لي غاز كيتنفخوا لهم المصارن. جربي هذه الطريقه وغتردي عليا. ما عمر المصارن يضروك الا كليتي اللوبيا، غتاكليها وانت مهانيه ما غتحسيش بها نهائيا. وانايا كنحتفظوا بها في البلاستيكه المجمد وكندخلوها للمجمد الوقت اللي بغيناها. كنجبدوها واجده، ما كنحتاجوا لا نسلقوا لا والو. كنصوبوا لاصوص وكنطيبوها. تجي ساهله بهذه الطريقه هذه وما كتضر ما والو، ما كتنفخ لا مصارن لا حتى شي حاجه. كتجي لوبيا زوينه.